مسألة رقم 2 صفحة 73. في المسألة دي بيقول إن متوسط إنتاج الصفة من إنتاج اللبن ب3793 كيلو جرام، والانحراف القياسي ب400 كيلو جرام، فأمكن استبقاء 5% من الذكور و80% من الإناث، ومدة الجيل كانت 6 سنين اللي هي الGI. احسب المدة اللازمة لرفع إنتاجية الجاموس المصري ل5000 كيلو جرام. يعني احنا عايزين نوصل ل5000 كيلو جرام، يعني ديت مقدار التحسن الوراثي اللي احنا عايزينه المطلوب، والارتباطي اعطاها لنا بربع. هنطلع هنا ال80% اللي هي بتاعت الإناث، هنطلعها من الجدول اللي هي ايه الأي بتاعتها، طلعت ب35 من 100. والذكور الخمسة 5% الاي بتاعتها طلعت ب2.6%. اس الذكور بتساوي الاي في الانحراف القياسي اللي هو 400، فاحنا طلعناها 2.6 في 400 طلعت بالرقم ده. والاناث نفس الكلام طلعت بالرقم ده. الاباء هتساوي الذكور زائد الاناث على الاتنين هتطلع بالرقم ده. الدلتا جي هتساوي الهرتابيليتي في اس على اس اللي هي دي على الجي اي. طلع الناتج طلع ب20 كيلو جرام لكل سنة. مقدار التحسن الوراثي المطلوب بقى، هنجيب المقدار اللي احنا عايزين نوصله ناقص متوسط انتاج الصفة، هيطلع ب1207. طب حاجة جديدة بقى هو قالها لنا، المدة اللازمة لرفع الانتاجية بتساوي مقدار التحسن المطلوب اللي هو الجي على مقدار التحسن السنوي اللي هو الدلتا جي، هتساوي 1207 على 20 هتساوي 60 سنة. دي المدة اللازمة لرفع الانتاجية.